في خبر عاجل الآن، عثر فجر يوم الخميس على إمام مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة الدهسة ببرج زمورة بالمدخل الشرقي لبرج بعريرج مشنوقا ببيت الوضوء قبل صلاة الفجر. هذا وأكد مصدر من مديرية الشؤون الدينية أنه تم تشريح جثة الضحية ونقلها إلى مسقط رأسها بولاية عين الدفلي مع وفد من الأئمة وسكان منطقة الدهسة لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد في انتظار نتائج التحقيق حول الحادثة التي خلفت حالة من الحزن والارتباك بين عمال قطاع الشؤون الدينية وإطاراتها وسكان المنطقة. وحسب المعلومات الأولية التي حصلنا عليها، الضحية كان قد اشتكى من محاصرة للجنة الدينية واعتداء رئيسه عليه أمام المصلين. وفي رسالة موجهة له لمديرية الشؤون الدينية، وحسب مصادر فإن المديرية استمعت إلى اللجنة والإمام واتخذت قرار تحويلها إلى مسجد آخر بنفس البلدية بيوم قبل العثور عليه مشنوقا.